وانت عند الجزار بتشتري لحمة الشهر، زودي معاهم كيلو ونص لحمة مفرومة، وتعالى اقولك ازاي تزودي مصروف بيتك. هو ده اللي انا بعمله وقلت انتوا كمان تستفادوا. يلا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله. بولة عندك حلوة كده هتضيف معلقتين كبار من الفلفل الاسود وملح وكمية بصل كتيرة جدا، يعني قولوا مثلا الكيلو ونص اللحمة المفرومة هنضيف ليهم كيلو الا ربع من البصل، ومش هنضيف توابل تانية ابدا. هنقلب التقليبة الحلوة دي، وبالمناسبة انا هنا كمان ضفت معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهننزل بكمية اللحمة المفرومة اللي هو كيلو ونص لحمة مفرومة فيها نسبة دهون شوية. يعني ما تشتريش اللحمة المفرومة كلها لحمة خالص، لا انا عايزة يبقى فيها نسبة دهون كويسة، وتعملي اللي انا بعمله ده، تفضلي تعجني فيها كويس جدا جدا لحد لما تسمغيها. يعني ايه تسمغيها؟ يعني تبقى شبه العجينة كده. بعد كده تعملي فراغ كده من النص، وتجيبي ورقة فويل عليها بقى معلقة زبدة او زيت مش هتفرق، وتكوني محضرة فحمية كده حلوة، وتضيفي الفحمية في الزيت او الزبدة وتغطي عليها كويس جدا جدا لحد لما تتشرب كده من ريحة البخار، واكننا يعني بنعمل مشويات. هتسيبيها كده على جنب، وتعالى اقولك هنعمل ايه دلوقتي. حلة كده عندك حلوة على النار، هتضيفي 4 معالق كبار من الزيت، وتستني لما الزيت يسخن كويس جدا جدا، وتكوني محضرة قطعة توم كبيرة شوية. خلي بالك الكميات اللي انا بقولك كتيرة، يعني معلقتين فلفل اسود كتيرة علشان احنا عاملين كيلو ونص لحمة مفرومة، قطعة توم كبيرة لان احنا عاملين كمية صلصة كبيرة. بضيف ليها ايه؟ بضيف ليها فلفل اسود، وكمان بضيف عليها نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة سكر، وكمان ملح، وبضيف ليها كمان كيلو من الطماطم الفريش اللي احنا ضربينها مع بعض. بضيف عليهم كمان برطمان من الصلصة، وابتدي ان انا اقلب تقلبتين، وارفع كمية الصلصة دي كلها على النار، واسيبها لحد لما تغلي معايا غلوة واحدة بس. في المرحلة دي انتوا هتشموا ريحة حلوة جدا جدا. بعد كده بضيف لها المكرونة زي ما هي، يعني انا ما بسلقش المكرونة واصفيها، لا انا بضيف لها المكرونة زي ما هي، بس اهم حاجة ان الصوص اللي معانا او الصلصة اللي معانا تكون كميتها كبيرة عشان المكرونة تستوي معانا. فبالتالي هنا انا بزود مية عشان ادي فرصة للمكرونة معايا تستوي. بروح بقى لكمية اللحمة المفرومة اللي معانا، اللي طبعا الدخانة اللي فيها بتكون راحت. بروح بقى ايه، اجيب عصاية حلوة كده، او مثلا لو عندك دي معلقة، لو انت عندك بقى عصاية الشيش طاووق ممكن تعملي 3 كده مع بعض علشان تقدري ان انت تصبعيها زي كفتة الحاتي بالظبط. عايزة اقول لكم معلومة كده على السريع تاخدوها. كفتة الحاتي ما بيضيفلهاش اي توابل خالص غير البصل والفلفل الاسود، وممكن رشة بسيطة خالص من الملح. بيكنج باودر هنا هيخلي لك الكفتة معاكي هشة وجوسي ومش مجلدة كده في بعضها. ببتدي ان انا اصبع الكمية كلها، بسم الله ما شاء الله عملوا معايا كمية حلوة جدا. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، تدخل الفرن على الرف الاوسط مدة لا تقل عن 20 دقيقة. ودي المكرونة بتاعتنا استوت وبقت زي الفل. يا نشوة، هو ايه اللي هيزود مصروف بيتنا؟ الاطعام والصدقات، هو ده اللي هيزود مصروف بيتك. لما كل اول شهر تعملي مثلا وجبتين 3 4 5، مش لازم تعملي الكميات اللي انا بقولك عليها، ولا لازم تعملي كيلو ونص لحمة مفرومة، ولا كمية المكرونة دي. انا هنا بعمل اشتراك بيني وبين صحابي او بين جيراني او بين حد من قرايبي، بنشترك كلنا ونعمل الاطعام دوت، علشان كده بعمل كميات كبيرة. لكن انت لو على قدك كده ممكن تطلعي 5 وجبات في الشهر، 10 وجبات على قد ما تقدري. الصدقة دايما يا جماعة بتزود من مصروف بيتك، وبتدي لولادك الصحة، وبتزود لك الرزق، وبتعمل حاجات كتيرة قوي. انا مش شيخة بقى عشان اقول لكم هي بتعمل ايه، بس انا قلت اقول لكم حاجة انا دايما متعودة وبعملها، انتوا كمان تستفادوا منها. وبس على كده، لو عجبتكم الفكرة وعجبكم الفيديو شجعوني بلايك كتير وشير كتير، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.